الزرزور من احد اسرع المجرمين اللي دازوا في المغرب. هذا المجرم كان تيطير مع الطيور، هادشي اللي خلاه يهزوا عليه الزرزور. والزرزور لما مشى تجرى محال تشدو. كان واحد المره واحد البوليسي يتبعوا بالموطور وعرف السرعه باش كيمشي، والسرعه ديال الزرزور كتوصل 48 كيلومتر في الساعه. 48 كيلومتر في الساعه. الزرزور في الاول غادي يكون تيسرق غير بزاطم، ومن بعد غادي يولي من اخطر المجرمين اللي دازوا في المغرب. هادشي اللي كان تيدير الزرزور محال واش تخيل. سلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ما تنساوناش بواحد اللايك، اشتراك في القناه، تفعيل الجرس، شي تعليق زوين. عطيونا الراي ديالكم في هذا المحتوى والفكره كفكره والمونتاج. بداو القصه ديالنا. غادي تزاد عباس الملقب بالزرزور في 1983. مع غادي هو كيكبر وغادي كيتلاح الاجرام، بريكولات صغار، بزيطمات، تليفونات. المهم غادي يبقى على هذا الحال تيباع المخدرات والحشيش واي حاجه كتعلق بالبليه، وبدا داخل خارج الحبس مره 6 شهور، مره عام، مره عامين. المهم غادي يضرب 10 سنين من حياته كلها في الحبس، وديك 10 سنين ضربها على الخاوي، بزيطمات وتليفونات وشي حاجه خاويه. الزرزور ملي غادي يضرب داك 10 سنين ديال الحبس غادي يتوب وغادي يقول بركه عليهم الاجرام والسرقه، والزرزور غادي يتوب. وهنا كتسالي القصه ديالنا. ويش الزرزور ما غاديش يتوب، عاد غادي يبدا اجرام ديال بصح. الزرزور غادي يقول بالعكس، انا يلاه خديت الخبره من هاد 10 سنين ديال الحبس. الزرزور في هاد الفتره غادي يسافر من المدينه ديالو وغادي يمشي لواحد الغابه وغادي يولي ساكن فيها، لا طيرني يا طير ولا سيرني يا سير. الزرزور غادي يولي يخرج من الليل ولا كيخرج للطريق الكبيره اللي تيجي من الناس اللي كيكونوا مسافرين. الزرزور كيجي واحد الطريطوار كيحطو وسط الشانطي وكيريقلو مزيان، وكيمشي يتقنت حدا واحد الشجره وكيستنى شي سياره اللي يجي بسرعه وكتخبط مع داك الطريطوار وكتسمع ديك ولا كيتسنى شي ضحيه ديالو واللي كتلاحظ داك الطريطوار وكتوقف جنب الشانطي. سائقين ليلا، حجارة مجهولة المصدر حينا وحينا آخر، حواجز مفاجئة تعترض المسار الطرقي لتتوقف الرحلة. ملي كيحبس الضحيه ديال الزرزور كيخرج بالجريه وكيمشي مقصد ونيشان وكياخذ كاع داكشي اللي يمكن يتباع ويجيب الفلوس. ونزيدك الا كانت شي مراه كيدخلها للغابه وكيغتصب. طبعا الزرزور كان تيدير يوميا هذه العمليه، وكان دائما كيغتصب النساء، وكان كيدير واحد الخطه اخرى هي انه كيطلع في واحد الشجره وكيبدا يشير بالحجر على الطوموبيلات. وملي كان الضحيه ديال الزرزور كيوقف كيشوف شكون اللي كيضرب بالحجر، كان الزرزور كيهبط عنده وكيخليه ضاربو، كيدير لي اي حاجه من داكشي اللي يمكن يتباع ويجيب الفلوس. ملي كان كيسالي من عمليه السرقه والاغتصاب كان كيمشي طياره، كانت عنده واحد السرعه اللي خارقه. الضحايا كيبقاو منبارين من داكشي اللي كيوقع. هاد الجرائم اللي كان تيدير الزرزور ما غاديش يطول فيهم، والبوليس غادي يكثروا عليهم الشكايات، وغادي يعرفوا بان الزرزور كان تجريسي دائما في نفس البلاصه، وعرفوا حتى شنو كيكون لابس، كاسكيطه وبودي وشور. وكان دائما الزرزور كيجريسي على رجليه، كان عنده لا موتور لا بيكالا لا طانوبيل لا حتى شي حاجه، وكانوا عنده غير رجليه، ولا مشى حتى جرا محال. هادشي اللي خلى البوليس ما يعرفوش كيف يشدوه، لانه كان تيجري بواحد السرعه اللي خيالي. كانوا دائما البوليس كيمشيو لديك الغابه علاش كان مجموعات كانوا تيطوقوا ديك المكان، ورغم ذلك كان الزرزور ملي تيتلاقاو معاه تمشي واحد السرعه اللي خياليه وما كيقدر حتى شي بوليسي يوصل ليه ولا يشدو. غادي يبقى الزرزور على هذه الحاله مده طويله حتى لواحد النهار السبت بالضبط مع 12 ديال الليل الزرزور غادي يكون تيدور في الشانطي وغادي يلاحظ واحد الكاميو واقف جنب الطريق. الكاميو كان بوحدو في الظلام وكان الشيفور مريح جنبه كيستريح. راكم عارفين صحاب الكاميونات والرموكات كيضربوا طريق طويله باش يوصلوا للسعه المواليه وكيعيو بزاف. داك الشيفور ريح باش يستريح. الزرزور غادي يبدا يدور على داك الكاميو وغادي يلاحظ بانه كاين غير شيفور واحد وغادي يبدا يقرب ليه، ولكن ملي غادي يلاحظ بان الشيفور مقلدم وصحيح الزرزور غادي يبعد على الكاميو وغادي يهز واحد الحجره اللي كبير وغادي يضرب بها الكاميو وغادي تسمع ديك بوم، والكاميو غادي ينوض قافز ومخلوع وغادي يبدا يشوف شكون اللي ضرب الكاميو. وهنا الزرزور غادي يتسلك ليه وغادي يضرب واحد الحجره للراس، تسمع ديك انا ديك الساعه الشيفور انا لله وانا اليه راجعون. اسبوع وجايين مع الجوج ديال الليل، وصلنا للغابه، طلعنا العقبه لقينا الطريق مقطوعه فيها الحجر، ولقينا 207 مقلوبه من الطريق من التحت. غادي يمشي للكاميو وغادي يفليه كونت ولكن ما غادي يلقى حتى شريه وغادي يطلع ليه الدم وغادي يقول انا قتلت روح وما لقاه حتى فرانك. الزرزور غادي ينوض داك الكاميو وغادي يمشي بيه بواحد السرعه اللي خياليه، علما ان الزرزور ما عندوش حتى البيرمي ديال الطوموبيل، قال على البيرمي ديال الكاميو. واخا هكا كان غادي بداك الكاميو بواحد السرعه اللي خياليه بكثرة الفقسام اللي ما لقاش الفلوس وغادي يمشي بكثرة الدوخه. الزرزور غادي يمشي وغادي يخلي الضحيه ديالو جنب الطريق، وشي سيارات كانوا دايزين تما غادي يلاحظوا وغادي يعيطوا للبوليس. البوليس غادي يجيو لديك البلاصه وغادي يعرفوا بان الزرزور هو اللي دار هذه العمليه، لان ديك الجثه
كانت في المكان اللي كيدير فيه العمليات ديالو، وتاكدوا بانه الزرزور. البوليس ملي غادي يتاكدوا بانه الزرزور غادي يطوقوا ديك المنطقه، وغادي يجيبوا البوليس بزاف، وغادي تجي حتى الهليكوبتر. الزرزور كان معرض الناس للقتل لانه كان غادي بواحد السرعه اللي سريعه بزاف. الناس اللي كانوا تمايا غادي يشوفوا الزرزور هو راكب في الكاميو، واحد اللحظه غادي يتلاح منه وغادي يخلي الكاميو وغادي بوحده. ولحسن الحظ الكاميو غادي يجنب على الطريق وغادي يتقلب. في ديك الساعه الناس بغاو غير يشوفوا الزرزور، ما غاديش يبان ليه لانه غادي يمشي بواحد السرعه اللي خياليه. وهنا الناس غادي يتجمعوا على داك الكاميو وغادي يعيطوا للبوليس. تقريبا غادي يجي اكثر من 100 بوليس لي جوندار، وغادي يتفرقوا لمجموعات. البوليس والجدارميه غادي يبقاو يدوروا في ديك المنطقه اللي فيها الزرزور 24 ساعه على 24 ساعه، ما كاينش الناس. وكانوا البوليس كيمشيو في داك الشانطي اللي كيوقعوا فيه ديك الجرائم. ودوك البوليس اللي كانوا في هذه العمليه كانوا بوليس مخضرمين في مكافحه الاجرام، جاوا باش يشدوا الزرزور. حتى واحد النهار واحد جوج بوليسيين غادي مع داك الشاطئ، غادي يلاحظوا واحد الراجل داير اوتوستوب ومغطي وجهه بواحد الفوطه وداير كاسكيطه. غادي يوقفوا جنب وغادي يقربوا ليه. ملي غادي يقربوا ليه الزرزور غادي يعاقب بهم لانه كان كيعرف المواطن العادي من البوليسي، وغادي يهرب ليه وغادي يتبعوه. البوليس كان عندهم امر بانهم ملي يشوفوا الزرزور يتصلوا ديك الساعه بالمساعده. ديك الساعه غادي يجيو مئات ديال البوليس والجندار والقوات المساعده والكلاب المدربين، وجاو حتى لي هليكوبتر باش يشوفوه من الفوق واش كاين. البوليس طوقوا ديك المنطقه والكلاب كانوا كلاب مدربه حتى هما غادي يطوقوا ديك المنطقه فين كاين الزرزور. في ديك اللحظه الزرزور كيسحب لي ان دوك البوليس اللي كانوا تابعينه عياو ورجعوا كملوا طريقهم، وكيسحب لي البوليس كاع ما حاطين عليه العين. ما كانش في راسو بان البوليس والجدارميه مطوقين الغابه وكيقلبوا عليه. ما غادي يعرف حتى غادي يفوت الفوت وغادي يبداو داخلين عليه البوليس. بداو الكلاب كيتجهوا للبلاصه فين كاين الزرزور، كيتبعوا الرائحه ديالو حتى لواحد اللحظه الكلاب غادي يمشيو يجريو واحد البلاصه. البوليس غادي يتبعهم وغادي يلقاو ان الزرزور معلق في واحد الشجره، كان داير راسو ناعس ومخبي باش الكلاب والبوليس ما يعيقوش به، وغادي يهددهم بانه غادي ينتحر. ولكن البوليس هو ما بسياسه حتى هبطوه وغادي يتلاحوا عليه البوليس وغادي يشدوه، غادي يديروا ليه المينور وغادي يعتقلوه. الطريقه باش كان كينعس طريقه اللي غريبه بزاف. الزرزور كان كينعس في واحد الغصن اللي كبير في واحد الشجره اللي عاليه، وكان ملي كينعس كيربط راسو بواحد القنب باش حتى لا مشى تطاح تشدو ديك القنب. كان زرزور عايش بحال شي حيوان. الصوره ديالو تبين لكم الوحشيه ديالو. الزرزور قتل روح وحده وغتصب بزاف ديال النساء ودار بزاف ديال العمليات السرقه. الروح اللي قتل هي ديال داك مول الكميه، وهذا المجرم غادي تحكم عليه ب 68 عام. وهنا كتسالي الحلقه ديالنا. ما تنسوناش بواحد اللايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهنا كتسالي الحلقه ديالنا ان شاء الله.